شباب أولى إعدادي، تعالوا اما نشوف الدرس الأولاني سواء عربي أو لغات. أوجد قيمة x أو find the value of x. نفس الطريقة، هو نفس الشغل. طيب أنا عندي نسبة بتساوي نسبة، هو طالب مني x. طيب يا مستر أعملها طرفين في وسطين، يعني حسب ضرب الطرفين بتاع حسب ضرب وسطين؟ لا، أحدنا طرق أسهل، إحنا عايزين نحبب الأولاد في الرياضيات. يبقى أنا عندي x over 5 equals 4 over 15. أنا عايز قيمة الx. طيب هتكنسل ال 5 مع ال 15، يعني الدينومينيتور مع الدينومينيتور، يعني المقام مع المقام، المقدم مع المقدم، ولا ده التالي ده التالي مع التالي. يبقى هنكنسل ال 5 مع ال 15 فيها ال 3. الاكس اوفر 1، يعني الاكس تحتها 1 هي اكس، وال4 تحتها 3 يبقى بتساوي 4 اوفر 3 بس. شكرا. نفس الكلام هنا، هكنسل ال 3 مع ال 27 فيها 9، البي تحتها 1 يبقى البي تحتها 1 هي البي، هتساوي 8 اوفر 9، وادي ال 8 وادي الاوفر وادي ال 9، وخلصنا. نيجي هنا هنعمل برضه كنسله، خلي بالك الاكس هنا في الدينومينيتور تحت، يبقى انا هكنسل ال 3 مع ال 21 فيها 7. طيب يا مستر دي 1 على اكس، يعني 1 اوفر اكس. طب اعمل فيها ايه؟ انا عايزها اكس اوفر 1، يبقى هقول له اكس على 1، يعني هتساوي هنا اكس، يبقى انا هقول له بتساوي 5 على 7، يعني انا هعمل عمليه جلبان للنسبه الثانيه، الخمسه هتطلع قصاد الاكس فوق وال7 تنزل تحت بس. نفس الكلام هنا، هنكنسل ال7 مع 56 فيها كام؟ فيها 8. طيب السي تحت، يبقى هقول له السي ايكوال السي قصادها 3، يبقى 3 على ال8 تحت، وشكرا. كلام سهل. نيجي هنا، طب يا مستر ال 3 مش هتكنسل مع ال4. هنا بقى هنقول الاكس بتساوي 3 تايمز 5 15 على النمبر اللي قصاد الاكس، على النمبر 4، شكرا. طب نيجي هنا يا مستر، ال 12 اللي هي ال 12 هتتكنسل مع ال 24 فيها 2. طب يا مستر ال 2 تحتها اكس وال 1 تحتها 5، يعني الاكس مش فوقها 1، يبقى هنقول له الاكس بيساوي 2 تايمز 5 تساوي 10. اشوفكم في فيديو اخر. رجال اولى اعدادي.